ليه دايما بنسمع كتير إن أفكارك هي اللي بتحدد حياتك؟ لأن أصلا أفكارك اللي اتبنت من صغرك هي كانت نتيجة صدمات أنت عشتها، والمنظومة الصدمية في حياتنا ليها أهمية قصوى، فما ينفعش لا ألغيها من حياتنا ولا مهما إن أنا أفتكر إني هكون أب وأم مثالي همنع أولادي من إن هم يعيشوا تجارب صدمية. لأن الصدمات هي اللي بتكون المعتقدات، فبتعمل استراتيجيات بتتبني عليها شخصيتك. فالفكرة كلها فين؟ إن أنا هعمل ريفيرس كده، أنا هعكس الآية، هرجع أشوف إيه الاستراتيجية السلوكية اللي أنا بعملها دلوقتي، أو على فكرة استراتيجية بيولوجية في الجسم عادي دي أو دي، لأن إحنا فهمنا خلاص في علم الميتا إن كل استراتيجية بيولوجية ليها معنى جوانا. لما برجع بفهم الاستراتيجية، برجع أغير فكرتي عنها، المعتقد بتاعي بيتغير، فرد فعلي هيتغير، فاستقبال الحياة ليا كله هيتغير. فعشان كده بنقول أنا لما بستقبل الموضوع ده بصورة مختلفة بيبدأ رد فعلي يختلف، فبيبدأ رد فعل الحياة معايا كمان يختلف. لأن الفكرة عبارة عن تردد وذبذبة، أنا ظابط على موجة معينة أو ذبذبة معينة، أكيد الذبذبة دي هتلقط كل الذبذبات اللي زيها. فلو أنا حاسس مثلا إن أنا شخص ما يعرفش ينجح، شخص أهملت في حياتي، كل مواقف الإهمال هتلاقيها بتتكرر في حياتك، كل مواقف الفشل هتلاقيها بتتكرر حتى على صعيد صغير أو صعيد كبير، مش مشكلة السكيل إيه، هتلاقيها بتتكرر كتير في حياتك، لأن في معتقد راسخ جواك إن أنا مهما أعمل أنا لازم أفشل في الآخر. فمهم إن أنا أرجع أغير استقبالي، فأغير فكرتي، فأغير استراتيجيتي، فحياتي تبدأ تتغير. عشان كده أفكارنا بتحدد واقعنا. غير أفكارك واقعك يتغير بإذن الله.